على تواجدنا لحضرتك. اهلا بيك. انا اول مره اعرف انك انت مذيع، بس طالما طبعا حاجه خاصه بنادي اصحاب القياده تحت امركم يعني. ربنا يخليك. احنا بنشكر حضرتك طبعا. احنا في النادي انا عن نفسي من 2001 وشفت الطفره والتغيير في النادي، وشفت انتقالات وملاعب وتحسن وتطور في النادي فعلا مش بالنسبه لي لان انا موجود من فتره كبيره. فبنسال حضرتك ايه التطور اللي حضرتك حولت التطور الاجتماعي الى تطور رياضي؟ لا هو كله متوازي بصراحه يعني، وانما يمكن الرياضه هي اللي لها سيت اعلاميا اكتر من اي حاجه داخل النادي، لانه بتحتكوا كلكم يعني بفرق بره وبمحافظات وبنوادي اخرى، واحيانا بتطلعوا بره البلد سواء في بطولات عربيه او افريقيه او دوليه، فبيبقى لها سيت اكبر. فيمكن عشان كده السيت ده ادى منظر للرياضة في نادي أصحاب الجياد. وإحنا يعني حاولنا بقدر الإمكان في الألعاب الفردية إن إحنا يكون لنا صيت، والحمد لله وصلنا كده. وحاليا أهو أنت على إيدك، أنت شايف كرة اليد يعني واللي أنت بتعمله فيه وكده وبتاع، فربنا يوفقكم إنكم أنتوا برضو يعني إيه بكورة الألعاب الجماعية اللي هتخلينا نبقى على مستوى الجمهورية في دوري المحترفين بإذن الله. أنا أعرف إن حضرتك ليك بعض الرياضات اللي بتحبها ومنها سباق الخيل، وعارف إن حضرتك من عشاق الخيل، لكن فوجئنا إن حضرتك بتحب بعض ألعاب أخرى ومنها زي كرة اليد. السبب؟ لا هو أي رياضي، أي شخص مارس رياضة في حياته ما طبيعي إنه بيميل للرياضات. يعني أنا مثلا لعبت باسكت وأنا صغير في كلية سان مارك دي كانت مدرستي. بعديها لعبت تنس في نادي سموحة الرياضي. وبعديها لعبت جولف في نادي سموحة الرياضي، وكنت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجولف أيام المرحوم ممدوح سالم اللي كان رئيس وزراء مصر في يوم من الأيام، ومساعد رئيس الجمهورية هو رئيس الاتحاد. ومارست رياضة الفروسية قبل كل ده طبعا طبيعي، لأنه اتربيت على أساس أن أنا أحب الخيل وأركب الخيل. وبقيت رئيس نادي كان النشاط الرئيسي فيه سباق الخيل، والحمد لله من رغم أنه يعني بحب كذا رياضة في حياتي، إنما دلوقتي حاليا براعي أي رياضة موجودة في نادي أصحاب الجياد بحكم الوظيفة بقى أو بحكم المنصب، يعني عشان هي مش وظيفة بصراحة، هو منصب فخري. فعلى ضوء هذا بنحاول إن احنا يعني نشجع جميع الرياضات اللي موجودة سواء فردية أو جماعية. وأعتقد إنه زي ما قلت لك، غير إن أنا مسؤول في نادي أصحاب الجياد، غير إن أنا أساسا مارست الرياضة، فده جاي من هنا الحتة انه واحد بيحب الرياضة او اي رياضة موجودة يعني عموما سواء فردية او جماعية. هل الالعاب والرياضات حققت الطموحات اللي كنت حضرتك بتتمناها منهم؟ وعلى المستوى الشخصي على قدي طبعا بقول ما ينكرش، انما على مستوى النادي طبعا يعني النادي ما شاء الله عليه في خلال 15 سنة اللي تشرفت برئاسة هذا النادي انه بقينا عندنا ابطال في الالعاب الفردية زي العاب القوة وزي الالعاب القتالية زي الكونغ فو، والعاب استعراضية زي الكاراتيه، وابتدينا دلوقتي في الالعاب الجماعية. وانت اعتقد ادرى الناس يعني انه كنت طلبت انه يا ريت انه ان احنا كفرق جماعيه بما انه الامل فيكم ان احنا نوصل لحاجه كويسه. فاحنا الحمد لله ربنا كرمنا احنا الممتاز، وربنا ان شاء الله هيكرمنا قريب ان احنا نروح المحترفين. فدي هتبقى بقوله شغلي على مدار السنين، ان انا قدرت اعمل من نادي اصحاب الجياد غير ان انا عملت السيت، اعمل الفعل، والفعل اللي بيترجمه حاجات كتير اهمها الرياضه. لعيب الفريق الاول لكره اليد بيكلمني بصفتي المدير الفني، ايه السر في ان احمد ما بيحضرناش ورا؟ اقول لك حاجه غريبه واعتقد يمكن انا قلتها لك قبل كده. انا من كتر خوفي على الفريق وعلى نادي اصحاب الجياد ان انا يعني ايه خايف اليوم اللي احضر فيه يخسروا الماتش ابقى انا وشي وحش عليهم،
فانا مش راضي حتى ادي الفرصه دي. فكل الدعم سواء انا او مجلس ادارتي يعني بيبقى دايما موجود على مدار السنه، بيبقى دايما موجود يعني خارج المباريات. انما ساعه المباريات يعني بقلق انه يكون السبب الخساره لا قدر الله يعني وجودي، ان شاء الله، او الحماس الزائد وجودي. لانه حماس الزائد سلاح ذو حدين، يعني ممكن كده وممكن كده. فبحاول اتفادى بس اعتقد انكم انتوا عارفين كويس انه انا روحي ومعنوياتي ووجداني كله معاكم، على اساس انكم توصلونا للهدف الامثل اللي هو يطلعوا دوري المحترفين باذن الله. باذن الله. هو مدام اماني كعضو مجلس اداره هي موجوده بصفه مستمره وبتنقل ده للعيبه ان احمد بيه بيبعت لكم السلام، بيتمنى فوز النهارده. استاذ علي عثمان رئيس اللجنه الرياضيه برضه بيحاول يوصل ده دايما للعيبه. هم ليهم طلب الموسم ده قبل ما يبداوا، هم نفسهم يقعدوا مع حضرتك قبل ما يبداوا الموسم كنوع من الحافز او الدعم لحضرتك. ممكن ده العادي طبعا، ده مفيش مشكله. بالنسبه للاستاذ علي انه يبقى موجود في المباريات، هو رئيس اللجنه الرياضيه طبعا. انما مدام اماني احتمال انها اكثر شجاعه مني، فعلشان كده قلبها يقدر يستحمل اي نتيجه في وشها، فدي على مسؤوليتها. فكويس انها بتحضر يعني وكده. يمكن انا ما وصلتش لهذه الشجاعه لسه لغايه دلوقتي يعني، بس اتمنى ان انا اوصل باذن الله يعني. انا عايز اوصل لحضرتك اخر حاجه، مقدار الحب الكبير اللي بتشيله لك لعبه كره اليد في النادي، سواء من الفريق الاول الى اصغر لاعب في مواليد 2004 و2005 عندنا، بجهازهم الفني بنقدم له كل حب وكل تقدير وكل احترام. احنا فعلا ناس حابين حضرتك، لان احنا ما شفناش من حضرتك اي حاجه وحشه. حابين حضرتك لان عمرك ما قلت لنا لا على اي حاجه، بل بالعكس كل حاجه كانت بالمعقول كنت حضرتك موجود ليها. احنا فعلا بنشكرك وبنشكر دعمك لينا وبنشكر وقوفك معانا. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. وكل بس كلمة ختامية، أرجو أنه يعني النادي زي البلد مروا بظروف صعبة الفترة الأخيرة. احتمال أنه يعني كنا مقصرين بعد الشيء في جوانب معينة، بس احنا بنحاول دلوقتي أن احنا نسد كل الطلبات على أساس أنه كانت حاجة خارج عن الإرادة اللي حصل، ونتيجة حصلت يعني في الدولة كلها. فنرجو ان احنا نعدي المرحلة دي، واعتقد ان احنا بدأنا ان احنا نعديها، وانه الايام الجيدة باذن الله هتيجي، وعلى ضوء هذا هيبقى في نوع الاستقرار، والاستقرار يؤدي الى الاداء الجيد، والاداء الجيد يؤدي الى النتائج الجيدة ان شاء الله. واتمنى لنادي اصحاب الجياد وكل من فيه، سواء من الاداريين او العمال او الموظفين او الفرق الرياضيه او جميع اللجان اللي موجوده واعضاء النادي طبعا اولهم واخيرا، كل التوفيق، واتمنى لهم دايما الازدهار، لانه في الاخر ازدهارهم هو ازدهار لمصر كلها. شكرا.